عليكم، اخباركم يا رب تكونوا بخير وسعاده وهنا ان شاء الله. فيديو النهارده وصفه النهارده هيكون عن المافلز. هنعمله بطريقه سهله جدا وطريقه بسيطه وكمان هيعجبكم ان شاء الله. وهنعمله حلو وحادق، يعني وجبه متكامله غنيه لاولادنا في المدارس. انا بعتبره الوجبه المثاليه لللانش بوكس في المدارس، بجد جميل جدا وهيعجبكم ان شاء الله. تابع الفيديو للاخر. يلا بينا نشوف المقادير ايه وطريقه التحضير ايه. بس يا ريت بعد اذنكم لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوها عشان يوصلكوا كل جديد باذن الله. يلا بينا نشوف المقادير ايه وطريقه التحضير ايه. اول حاجه عندي في المقادير هيكون طبعا الكب كيك الشوكولاته. جبنا بيضتين بدرجه حراره الغرفه، عليهم كوبايه من السكر، وهنقلب الكلام ده كله مع بعضه. هننزل عليهم بمعلقه صغيره من الفانيليا، بعد كده هننزل عليهم بكوبايه الا تلت من الزيت النباتي، بعد كده كوبايه من الحليب او اللبن، هننزل بقى بكوباية ونص من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من النشا، ده مكون سحري، عليهم بعد كده ربع كوباية من الكاكاو الخام، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ورشة من الملح. لازم نحلل المواد الجافة دي مع بعض عشان نتفادى التكتلات بتاعة الكاكاو والدقيق. قلبنا الكلام ده كله مع بعضه. حطينا معلقة من الخل. جبنا بقى شوكولاته شيبس، واي نوع شوكولاته موجود عندك نزلت عليه بالخليط، بجد جميل جدا، ولو مش موجود مفيش اي مشكله، دي اختياري. جبنا بقى قوالب الكيك حطينا فيها الخليط، حطينا على وشها شوكولاته شيبس، وحطيتها على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180، بتاخد من 12 ل 15 دقيقه. هنيجي بقى للنوع التاني، هنيجي بقى للحادق. حطينا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وكمان حطينا عليها معلقة صغيرة من الخل الأبيض، وقلبنا الكلام ده كله مع بعضه. بعد كده نزلنا عليهم بقى بكوباية إلا تلت من الزيت النباتي، وكوب من الحليب أو اللبن. نزلت هنا بقى بكوباية من الدقيق، بنزل عليهم بشوية بشوية لأن أنا هحط مكونات تانية. حطيت عليها معلقة صغيرة من الملح، قلبت وجبت بعد كده نص كوباية من الدقيق، حطيت عليه باكت من البيكنج باودر ورشة من الملح زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بنقلب. هنحط بقى، حطيت عندي معلقة كبيرة من النشا، بجد مكون سحري بتخليها جميلة جدا وهشة وطرية. هنحط بقى ميكس من الجبن الموجود متوفر عندنا. حطيت بقى فلفل الوان على اي نوع خضار عندك، وحطيت رشة من الزعتر بتخليها طعمها جميل جدا. جبنا بقى القوالب الكب كيك وحطينا فيها الخليط. طبعا برضه هحطهم على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180، بتاخد من 12 ل 15 دقيقة على حسب سخونية الفرن بتاعتنا، طبعا درجة الحرارة بتاعتها. وبسم الله ما شاء الله، يعني هتطلع جميلة جدا، ومش قادرة اقول لكم على طعمها بالجبن، بجد حكاية ومغذي لأولادنا.
زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله جميلة جدا، وكمان اللي بالشوكولاتة تحفة بجد. طعم الشوكولاتة فيه بجد جميل جدا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. لو عجبكم بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، واهم حاجة دوسي على زر الكل وفعلي الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.